ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. دلوقتي يا جدعان احنا في 2025 محتاجين جهاز هاند هيلد كونسول يبقى كويس في نفس الوقت، يعني ما يبقاش ب5 مليون جنيه. يعني الاسعار اللي انا بقيت بشوفها يعني اسعار غريبه. ان نينتندو سويتش 2 دلوقتي عامل حوالي 45,000 جنيه، ده عندنا هنا في مصر. فانا بالنسبه لي الاسعار دي كوميديا سوداء. فبما اني انا كان عندي الستيم ديك وعملت عنه ريفيو، طبعا ده الفريم ريت، بس الصوت يمكن مش طالع شويه. انا متهيألي الصوت كده بقى طالع شويه. الصوت بتاع الجهاز حلو بالنسبه لان هو انت مثلا لو بتستخدمه بره ولا حاجه هتلاقي ان الصوت معاك كويس جدا وقادر ان انت تسمع. وطبعا انت ممكن تحط كده كده سماعه، ده مكان سماعه، الجاك بتاع السماعه ممكن تستخدمها عادي جدا، او ممكن تستخدم ايربودز لو انت معاك سماعات وايرلس تلاقيه هنا. فقررت ان انا بمالي الشخصي اشتري ار او جي الاي الزي 1 اكستريم. زي ما انتم شايفين يا شباب، يعني هو مش محتاج يعني يتعزم. الار او جي الاي اهو واصل بالتلفزيون كانه حرفيا كونسول عادي، يعني كاني مثلا عندي بلاي ستيشن متنقل او نينتندو سويتش، بس يعني حاجه فعلا ليها لازمه، يعني فاهم؟ مش طبعا انا بتكلم من حته القوه، يعني بتكلم من حته الرو باور بتاعه الجهاز، لان انا حاليا شايف ان يعني ما تستاهلش. يعني هل انت فعلا عايز تلعب العاب نينتندو سويتش لهذه الدرجه؟ يعني انا بحس برضو ان العاب نينتندو سويتش مهما راحت وجت، يعني هي حاجه كده زي النوستالجيا، يعني فاهم؟ هي حاجه كده زي لما انت تبقى بتفتكر يا زمان كنت بلعب جي تي اي سان اندرياس، يا ريت الزمن يرجع او الوقت يرجع تاني. فهي حاجه زي كده، بس ما حدش بيجيبها عشان هي قوية جدا او عشان الالعاب يعني فيها تكنولوجي رهيبة. يعني هي مسلية، يعني مش هقول ان هي مثلا مملة او سخيفة، لا، هي العاب نينتندو لطيفة جدا وانا بلعبها اصلا. وكان عندي نينتندو 1 والنينتندو اوليد، فانا من عشاق الهاند هيلد. واكتر حاجة كنت بحبها في النينتندو حتة ان انت تقدر تمسكه كده ايه، يبقى خفيف كده لطيف، وفي نفس الوقت تلعب عليه 4 ساعات. يعني بقيت حاسس ان 4 ساعات ده يعني بقى رقم مش واقعي. كل هاند هيلدز حاليا بقت يعني بتتراوح من الساعه للساعه ونص. بس احنا النهارده مش بنتكلم على احسن هاند هيلد في الباتري، احنا بنتكلم على احسن هاند هيلد عموما، وهو الباد بوي ده. الار جي يا جدعان بيجي بتصميم يعني تحس ان هو الى حد ما خفيف. يعني انا مش هقدر اقول لك ان هو مثلا جهاز تقيل، لا، يعني هو الصراحه جهاز خفيف. والديزاين بتاعه برضو ديزاين لطيف جدا. يعني انا حابب حته ان هو يبقى يعني مش ارجونومتريك، او يعني مش اللي هو زي الستيم ديك اللي هو انت تقدر تمسكه كده. هو مدي على، يعني بص قد ايه هو فلات، يعني مفيش جريب، يعني مفيش حته ان انت مثلا تمسكه منها. فهو يعني ما بين الستيم ديك وما بين النينتندو سويتش، يعني حاجه كده ما بين البنين. بس خلينا نتفرج عليه يعني من قريب اكتر. ها هو الجهاز الجميل جدا جدا جدا. طبعا انا قافل ان انا اقدر العب بالبتاع دي، بس زي الفل. طبعا الجهاز يعني مشغله بس ما شاء الله، يعني 60 فريم بير سكند ايزي جدا بمنتهى السهوله. اللعبه اصلا يعني بتشتغل احسن ما بتشتغل على النينتندو سويتش، يعني ده كده كده، يعني ما فيش جدال على ده. بس هي حاليا انا عامل انفرتد انالوجز، دي حاجه ليها علاقه بالسيتنجز عموما، يعني ممكن اخش اظبطها. بس خلينا نشوف عامه اللعبه يعني شغاله سموث جدا. يعني انا مش عارف انت واخد بالك ولا لا، بس الشاشة دي عامة 1080، يعني حاجة كده لوز العنب، فاهم؟ يعني بص، حتى يعتبر مفيش اللي هو السكرين تير اللي بيبقى موجود في معظم الهاند هيلدز ده. فلا، يعني اروجي فعلا يعني عملت عظمة لما عملت الجهاز الجميل الظريف ده. عايزكم يا جدعان تعملوا نفسكم ان انتم مش شايفين كلمة يوزنج درويد دي اللي في الشاشة دي، عشان يعني احنا راجعين ولكن مش بقوة، احنا راجعين مجاهدين خالص. خلينا نطلع بره عموما اللعبة دلوقتي. احلى حاجة ان انا ممكن اعمل كده كلوز، الموضوع انتهى، فاهم؟ ايزي دان. ده الارم كريت. انت بتخش اول ما بتفتح الجهاز عموما يعني بيسلم عليك بيقول لك يلا تعالى خش، عايز تخش على الارم كريت. الارم كريت ده بيسكلي الشخص اللي انت بتروح له كده عشان يعني ما تخشش كده ايه يعني اي حاجه تخلص الورق بنفسك. يعني هو اللي من الاخر بيخلص لك الورق. فانت عندك هنا معظم الحاجات اللي انت هتحتاجها. خلينا نجيب البوكس الجميل اللي بيقول لنا البيانات ده تحت مثلا شويه. عندك معظم البيانات اللي انت هتحتاجها هنا. يعني انا الايميليتر بتاعي هنا حاطه ميتافور، حاططها
دي لعبه جديده المفروض عايز والله العبها. هي المفروض حاجه تيرن بيزد كده، وفي نفس الوقت جاتشا جيم. انا يعني ليا في الجاتشا شويه، بيقولوا ان انا عندي قناه جاتشا وكده. عندك هنا مارفل ميد نايت سانز، دي اللعبه الوحيده اللي انا شاريها. الباقي كله هتلاقيه، وبرضه ممكن هيديس 2. الباقي كله هتلاقيه لا يعني ده كله كراكد. ليه؟ ان احنا في جمال الويندوز. هي دي حلاوه الويندوز يا جدعان. ناس كتير تقول لك لا يعني انا هجيب ويندوز وبتاع واصل هيقرفني. ده حقيقي بس كان في الاول. دلوقتي مفيش الكلام ده خالص. انت دلوقتي بمنتهى البساطه ممكن يعني تعمل اي حاجه على الجهاز، وفي نفس الوقت هم منزلين ابديتس. الابديتس دي مخليه ان الموضوع يعني سلس قوي. يعني انت زمان مثلا انا عايز انقل اهو من 720 لاعلى من كده اللي هو 900 مثلا، الحركه دي كنا نعملها مثلا زمان كانت تخرب الدنيا، كانت تخلي الجهاز يهنج وبتاع ويقفل وقصه ليله. بس انت حاليا لا، يعني انت الجهاز ده معدي عليه قد ايه؟ بتاع سنه، سنه ونص، سنتين. فانت عندك الجهاز ده يعني لا خلاص، ونزل له ابديتس بقى ستيبل. اي حاجه في الجهاز ده حاليا بقت يعني فيري ماتش ستيبل. انت حتى الانترفيس ذات نفسه اللي كان سخيف، يعني كان يقول لك مثلا ارمر كريت ده كان في يعني في الاول كان مش افضل حاجه، بس حاليا لا، ارمر كريت بقى يعني من احسن الحاجات اللي انت ممكن حرفيا تعملها او يعني تستخدمها على الجهاز ده. مجرد ما تدوس على الزرار القمر ده بيطلعك هنا، بيوريك المودز بتاعتك. طبعا انا عامل كاستم بروفايل. كاستم بروفايل ده معناها ان انا مظبط المروحه هتبقى عامله ازاي. انت عندك هنا دول المروحتين الاوت، واللي ورا دي مروحتين ان. صراحه ديزاين لطيف جدا من ار جي. فانا مديزاين البروفايل بتاعي ان هو يبقى 18 واط. انا شايف ان ده مناسب، لان انا ابقى يعني من غير كده ما يبقى فيه يعني حاطط الشاحن بتاعه. انما لو حاطط باور سورس بقى ده بتبقى 25 واط، ودي برده كاستم نفس الفكره. انا عامل الاثنين مانوال بروفايل، وده الصراحه احسن بروفايلات لقيتها. خلي ان الحراره بتاعت الجهاز تفضل كويسه، يعني ما بتعديش ال 70. ده على اقصى اقوى لعبه مش هتعدي ال 70 منها. فانا شايف ان هي حاجه لطيفه جدا. عندك برضو هنا انا بخلي الريفرش ريت 60 برضو عشان احافظ على البطاريه. يعني مثلا نشوف حاجه زي ميتافور ري فانتازيو دي بتاعت اطلس. لو حد لعب بيرسونا او ليه في الالعاب عموما بتاعت تيرن بيز هيبقى عارف طبعا ميتافور ري فانتازيو. اللعبه دي يعني جميله جميله جميله، من احلى الالعاب اللي انا لعبتها. طبعا برضو لسه ما خلصتهاش عشان انا يعني مش عارف والله. انا نفسي اخلص، يعني نفسي اخلص فعلا العاب. ما اعرفش انا مستني ايه بجد. الصوت برضو عايز اسمعك. انا مش عارف انت سامع الصوت ولا لا، بس الصوت يعني قمر. يعني الصوت بتاعها الى حد ما برضو ايه يعني عالي، مش واطي. تعالى مثلا نخش كده على لود جيم، نشوف حاليا الاوتبوت بتاع اللعبه هيبقى عامل ازاي بما اننا من غير باور تشارجر. يعني انا كده من غير باور تشارجر. اوكي، اللعبه شغاله 45 وانت طالع. ممكن تنزل بقى مثلا تنزل ال 35 ولا حاجه، بس ده اقصى حاجه ممكن تنزل لها. وده في ايه؟ في اكتر حته مقرفه في اللعبه. يعني اللي لعب ري فانتازيو عارف ان المدينه بتهنج. المدينه فيها حاجات كتيره، وفيها يعني برفورمانس بتهت البرفورمانس بتاع الجهاز جامد قوي. ففي اقصى حاجه يعني بص في بارتكلز وحوارات هنا ويا خرابي وايه ده ايه ده ايه ده يا قصه، يعني حوار هنا. فانت عندك كل ده وهي شغاله بتهت عادي 45 افريج، واللو بتاعها 38 والهاي بتاعها 50 ولا كمان حاجه و50. فانت عندك لا البرفورمانس يعني عادي بدون بطاريه، لا يعني بدون قصدي تشارجر. انا شايف ان البرفورمانس قوي جدا. طبعا مش هقدر ان انا يعني اقاتل عشان يعني محتاج هنا بقى ان انا اروح مهمه وبتاع وقصه، واللعبه دي يعني سهله يعني كبيره. خلينا اوريكم السيتنجز برضو اللي احنا شغالين عليه، عشان انت ممكن تفتكر تقول ما انت عامل مثلا ايه اقل سيتنجز. لا يا معلم، تعالى اوريك. احنا ما بنعملش اقل سيتنج. تعالى كده لو بصيت هنا هتلاقي ان احنا عندنا الريندرنج سكيل ده اللي هو الدي ال اس اس والحاجات الاف اس ار والحاجات دي. انت كل لما تقلل الريندر سكيل كل لما اللعبه من الاخر هتشتغل معاك بشكل افضل. فانا عامل هنا الريندر سكيل عادي 100، فانا مش مؤثر على الجيم بلاي بحاجه. والتكستشر عاملها الكواليتي بتاعتها نورمال، والفريم ريت طبعا مثبتها على 60. فانا شايف ان السيتنجز دي انا شايفها لطيفه جدا. لكن الفي سينك اوف، بس ممكن اعمله اون عادي يعني مش تفرق. عملناه اون اخلي الدنيا بس ايه سموز اكتر شويه يعني فاهم. بس هو كده مفيش سكرين تيرنينج بيحصل. سكرين تيرنج بيحصل لا وجود له يعني. فلا انا شايف ان هي يعني سموز. انا مش عارف برضو انتوا سامعين الصوت ولا لا، بس الصوت ايه انا سامعه لطيف. يعني انا سامعه حاسه ان هو مناسب جدا لو انا مثلا قاعد بلعب كده، قاعد فاهم اللي هو ايه بتشيل كده. خلينا برضو نجرب لعبه تانية. يعني مثلا خلينا نشوف بقى مارفل ميد نايت سانز مثلا، اللعبه اللي احنا شاريينها دي نستفيد بيها. اسوأ حاجه هنا في ايبك بجد والله تغيير الاكونتات. يعني انا بحس ان هي يعني مش حاجه سيئه، بس حاجه سيئه جدا. احنا كده يا جدعان شغلنا ميد نايت
سانز بالماوس ده، نشوف اللعبة هتبقى عاملة ازاي هنا. الصوت برضو بتاعها يعني لطيف جدا. انا كنت متوقع ان اللعبة دي هتبقى بتلعب بشكل مختلف، بس يعني حتة ان انت ار بي جي بقى وبتعمل شخصية وبتاع، الصراحة فصلتني يعني. ايه ده، احنا بنخش على طول من الحتة اللي انا واقف فيها جامد. بصوا يا شباب، هو احنا ممكن نبدأ الفايت ده من ستارت انكاونتر، يعني كنت بخسر حرفيا. بصوا يا جدعان، احنا حاليا بنلعب من غير يعني ما نبقى حاطين التشارجر ومرنين 60 اف بي اس عادي جدا بمنتهى السهوله. خلينا نضرب دي مثلا، نخليه يخبط هنا مثلا، دي ماجيك. اللعبه دي عامه لطيفه جدا، بس حته الار بي جي دي بتفصلني يعني. تعالى مثلا نعمل ايه، اميون تو نوك اب، اصلا ده اميون تو نوك اب. اوكي، ممكن نعمل ايه معلمه، نخلص على ده. فيعني احنا برضو ايه بنجرب بس الدنيا عامله ازاي. دي حلوه دي، هنزقه كده كيو. فاوفرول بس احنا بنجرب اللعبه عامله ازاي. تعال نشوف السيتنجز بتاعتها حاليا. كجرافيكس هي معمول هنا يعتبر لو، بس انا متهيألي ممكن اعليها. يعني مثلا لو عملناها ميديوم مثلا، شايف ان ميديوم لطيفه. ريت تريسنج طبعا الكلام ده كله احنا كده عملناه صح. الجرافيكس اتغيرت، يعني يبقى شكلها يعني احلى سيكا. احنا قلنا وصلنا ل 55، بس يعني انا مش شايف ان في تغيير جذري يعني رهيب. يعني مثلا خلينا اند الترن مثلا كده، نشوف الحركه. لا يعتبر هي ثابته برضو 60. مفيش تغيير يعني ساحق يعني في الموضوع. بالنسبه كمان للحراره، الحراره بتاعت الجهاز ده كويسه جدا. الفان فعلا يعني بتشتغل كده مره واحده، بتحس ان انت يعني على حسب لما تظبطها. يعني هي مع الاعدادات اصلا بتاعت الجهاز هي بتشتغل يعني لوحدها كده، بس انا اعمل لها سيتنجز معينه تخلي ان انت لما تيجي ان انت تشتغل على حسب انت شغال ايه، يبقى الفان ليها دور. يعني مثلا انا هنا شغال بدون ما احط التشارجر، فعامل كاستم فان ان هو في كل درجه حراره معينه تتغير. مش عارف هي تبان هنا ولا لا. هل احنا ممكن نخش على الكاستم فانز هنا؟ دي الجيم بروفايل بتاعت اللعبه ذات نفسها. دي لو عايز تغير اي حاجه معينه في اللعبه، يعني مثلا لو عايز تخلي الزرارين الجمال دول مثلا يعملوا حاجه، فاهم الفكره؟ يعني مثلا ممكن تخليه ايه، ممكن تخليه يعمل ايه مثلا في الكيبورد. ممكن اخليه يعمل مثلا الت، عايزين نخليه يعمل حته كده. ممكن نخلي دي مثلا F4، ايه رايك؟ ممكن نخلي دي مثلا F4، يبقى كده ايه، عظمه على عظمه. يبقى كده عندك الشمال ده الت، واليمين ده F4. يعني حاجات فاهم اللي هو ايه، يعني حركات كده بنعملها بالكلام ده. بس انا برضو ما وريتلكوش الفانز اللي انا ظابطها. بس يعني لو حد مهتم بالموضوع ده يعني يكتب لي تحت وانا اقول له ازاي يعمل. تعالوا ندوس كده، تعالوا كده نجرب. بس كده الت F4 خلاص قفل اللعبه. يعني ايه حاجه فاهم عشان ايه يعني تفاست اكزit كده. انا بحب ان انا اعملها، ان انا اربط اي زرار من الزرارين اللي ورا دول، ان انت ايه تك تطلع بره، فاهم؟ بما انه ويندوز يعني، فانت ممكن تلعب بيه زي ما انت عايز يعني. وزي ما قلنا السعر بتاع ده يعني افضل بكتير من اسعار حاجات تانية. انا شايف ان هي اوفر برايسد جدا بالنسبه للي هي بتقدمه لك. يمكن تعقيبي الوحيد على الجهاز ان هو ما بيجيش بكفر. يعني الستيم ديك اللي انا كنت جايبه كان بيجي بكفر، وده حاليا يعني مطلع عيني عشان اصلا اجيب له كفر، فبعت اجيب له كفر من علي اكسبريس. غير كده يعني هو جهاز بالنسبه ل 2025 الجهاز ده رهيب يا جدعان. وحتى والله بالنسبه ل 2026 يعني انا عارف ان هو كده كده طالع اللي هو الاكس بوكس الروج اللي هو الاكس ده، بس يعني مش حاجه برضو رهيبه. هو في زي 2، بس الفرق ما بين الزي 1 اكستريم والزي 2 اكستريم حاجه زي 30% 20%، بس ما يستاهلش ضعف الفلوس يعني. التاني ده هينزل بارقام مؤلفه، انما ده عامل حاليا 21,000 22,000 حاجه في الرينج ده. يعني بحالة رهيبة ممكن 23,000 جنيه. يعني ده بحالة يعني قوية جدا جدا جدا. وبس كده، لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس لايك، واكتب لي تحت في الكومنت ايه رأيك عامة في الجهاز ده. ولو معاك جهاز مثلا زي النينتندو سويتش 2 او ال1 او الاوليد او حتى الستيم ديك، اكتب لي ايه رأيك في الأجهزة دي. هل شايف ان الجهاز اللي معاك فعلا بيديك البرفورمانس مقابل الفلوس اللي انت دفعتها ولا لا؟ كان معاكم علاوي، واسفين على الجودة السيئة بتاعة الفيديو، بس انا بقالي 3 شهور حرفيا يعني بره الملاعب خالص. فاتمنى يكون استفدتم من الفيديو، وشكرا ليكم. بالمناسبه دي تاني مره اسجله، لان اول مره قعدت ساعتين بسجل من غير صوت.